يوه، هو احنا لازم نتخانق كل يوم والبيت تقوم في حرب عشان المذاكرة؟ ذاكري يا بنتي، ذاكري يا ابني، وضرب بالشباشب ومطاردات من الصالة للأوضة والعكس. لو بتعملي كده مع ولادك بيبقى هيكرهوا المذاكرة لأنها مرتبطة عندهم بالضرب والزعيق. والسر الحقيقي في حب المذاكرة مش إننا نجبرهم عليها، لكن إنك تخلي المذاكرة حاجة هو محتاجها علشان يبقى إنسان ناجح، مش بيعملها خوف منك. المذاكرة لازم تكون مربوطة ب4 حاجات أساسية: روتين ثابت، ووقت محدد، ومكان هادي، واستراحة قصيرة كل شوية. وكمان لازم تشجعي ابنك بدل ما تبهدليه، يعني بدل ما تقوليله انت مش مركز قوليله انا مبسوطة منك انك بتحاول تبقى احسن، لان التحفيز الايجابي بيخلي الطفل يحس انك في صفه مش ضده. وتالت حاجة، خليه يحط اهداف بسيطة ويحققها ويحس بالانجاز. يعني مثلا نقوله ان النهارده هنخلص صفحتين وبعدين نلعب، لان الطفل لما يحس انه قادر ينجز بيتحمس اكتر. واهم حاجه يا مامي، اقبلي ان في ايام مش هيبقوا قادرين يذاكروا زيهم زينا، احنا في ايام كمان بنبقى بره المود ومش قادرين نعمل حاجه. ولما تحسي بكده اتعاطفي مع ابنك وافهمي انه بره المود، وبلاش زعيق وعصبيه.